أستاذ، هي الكهرباء شغلتها مطولة والصالون امتلى ممثلات، بقى شو رأيك ندخلهم مو أفضل؟ شو أخبار المولدة؟ عم بيصلحوها الشباب. مين عم يصلحها؟ عبد الرحمن. دخلك؟ هذا عبد الرحمن بيصلح طائرات شي كمان؟ يلا خلونا نبلش. يلا. شوف مرحبا استاذ. الشاشة بعد عندكم تغيير الله. شو بدك تساوي؟ ما في كهرباء. شو عم تشتغلي بهالايام؟ والله عم نشتغل يا استاذ مسلسل كوميديا. يي امبارحه كنت عم صور فيه. الله يورجيك يا استاذ، امبارحه حطوا لي براكه مفشكله يوم جعلك ما عرفت شلون طلعت من المشهد. ليش شلحتي لك اندرتي؟ بلبسها بس انه ما بعرف، حسيت حالي اني ماني مرتاحه انا ولابسه، لاني انا مو متعوده البسها. شوفي، رح اتركك هلا ساوي الشيء اللي حاسه انت لازم تعمليه عندي هون. اثبتي لي انك انت كثير منيحه. يلا شوف، يلا. بعدك على بالي يا قمر الحلوين، يا ذهب الغالي بعدك على بالي. اشتغلت بعض الأعمال التلفزيونية. غني لي شيء منيح. على العقيق اجتمعنا نحن وسود العيون يا خيو، نحن وسود العيون. عمري ما جاب في بالي ولا ضمت فيه. لا شيء يعجبني، يقول مسافر في الباص. هدول اللي رح يصيروا جيرانك صايروا روحهم براس مناخيرهم من الاهوال يلي شافوها بهالحرب. بيوتهم تهدمت وبلا مؤاخذه مهجرين يعني، وفهمك كفايه. تشرف سيدي، وهي وصلنا. شرف، اهلا وسهلا. يلا، وبحب اني نبهك انه اصدقاء، معارف، رفقه ما بيصير يجوا لعندك. ليش؟ لأنه هدول جماعة ما بينمزح معهم أبدا. شرف، يلا. شايف؟ هي أرض الديار، شرحة برحة، والشمس بتفوت من على بكرة لبعد الظهر. شرف عمي، وهي غرفتك. ها؟ يا الله يا مفتح الأبواب، افتح لنا بابا للرزق. يا الله. ها شريف عمي، المطبخ والحمام بالغرفة، والتواليت مشترك، وفواتير المي والكهرباء عليك. يا لطيف يا عمي، ما بكفي اجار الغرفه نار؟ لك يا عمي 100 زلمه بيتمنى ياخذ الغرفه. ليش؟ لانه مفروشه. بقى شو قلت؟
انا بشوف علا جميل بتناسب الدور، شو رايك؟ عملت لها اختبار وبصراحه ما ضبط. حسيتها هيك مثل شلون هيك نايطه وما عجبتني بصراحه. عم دور على شيء هيك غير مثل شو يعني؟ يعني هيك شيء هيك دافي وحار هيك يعني ما بعرف كيف بدي اشرح لك، بس هيك يعني يكون في شيء كثير خصوصيه، عرفت؟ طيب شو رايك برولا منصور؟ رولا منصور هاجرت للاسف. ايوه. على كل حال لا تهتم. مين؟ لا لا مو معقول. اهلا سلاف فواخرجي. اشتقت لها كثير. لك يا اهلا. كيفك؟ خليني اياكي. سليم؟ سلاف كيفك؟ سليم، شو اخبارك حبيبي؟ منيح الحمد لله. اشتقنا لك. بحب لك كثير. شو هالصدفة الحلوة هيك؟ ايه والله صدفة حلوة. تسلم لي يا رب. تفضلي نتعشى سوا؟ ميرسي شكرا، عم معزومة على العشاء. بشرفك تعال والله معزومة. والله العظيم. يخلي لي بالله عليك. صحة وهنا. شو عندكم فيلم جديد يعني؟ ايه والله. مبروك. الله يخليك يا رب، تسلمي. اشتقت نشتغل سوا. ايه والله. طولنا على بعض والله جميل. ما حلوة هون؟ ايه والله. خليني اياكي. يلا موفقين. خليني اياكي. سلامات. تسلمي. مع السلامة. مدحت مدحت شبري لوقتيني. وينه؟ بهديك الغرفة. ايوه. عم ما اوقحه نفوت معه الغد وقت وليد. صباح الخير. مين الاخ؟ أنا مستأجر جديد، وصلت امبارح بالليل على البيت. شكلكم بتناموا بكير؟ عزابي لما بتجوز؟ عزابي بديش مليون مرة قلت له ما يأجر عزابية. طول بالك يا أخي، طول بالك. أنا بعرف كل القوانين اللي هون بالبيت. ممنوع السهر، ممنوع الرفقات، ممنوع الروحات والجيات، وإن شاء الله ما بتشوف مني غير كل خير. شو ما رح نشوف منك الا كل خير؟ اذا من وصلتك فوتت لي الراديو معك على التواليت. شو فوتت معي؟ شو بعرفني انا؟ مهم سمع صوت موسيقى. راديو لما مو راديو. مو راديو. طول بالك طول بالك اخي.
يا عم شو بقى هذا خلط مي وزيت؟ الو يا اخونا عم بوش نظامي، هاتي لك شويه مي هات بسرعه. الو يا الو حبيبنا الو. ايه قوم لا تبلينا بحالك. يا اخي شلون طلعت معك هي راديو منين جبتها؟ هدول اصوات انا مصفرهم. عرض اختك هذا الصوت اللي كان طالع متواليت من تمها؟ ايه فكرت مفوت الراديو معك عم تعزف انت وياه؟ لا انا مصفره. خذ هي. إذا كنت أن ترضى أن تعيش بذلة، إذا كنت ترضى أن تعيش بذلة فلا تستعدن الحسام اليمانية ولا تستطيلن الرماح لغارة. كفى بك أن كفى. ايه اخي رمزي شو عندك هيك شغلات ما سمعتنا اياها؟ اسمعي يا علي جيري بدي اعرفك على مدير المسلخ. انت حرام ما تطلع التلفزيون، لازم كل البلد تشوفك. بس عفوا ما فهمت شو علاقة مدير المسلخ؟ محسوبك بيشتغل بالمسلخ ومديرنا من جماعة طخي دقي، اختصاصي تعباية فتايل لجماعة الكروش. يعني ايده واصله. الله لا يحرمني الفهم، فضلوه على العلم وفهمك كفاية. بنخليه يعمل تليفون لجماعة برنامج المواهب وبيقدموك فيه، وهيك بتكون امورك فلفل وقرنفل. شلوني معك حلوة؟ حلوة كتير. طيب خلينا نمشي. هلا ما فيني اروح معك لانه انا عندي دوام. طيب خلص شغلك والحقني على المسلخ. اتكلنا على الله. يلا اختي تاخرنا. قبل ما نمشي حابب اتشكرك يعني على عمل البطولة اللي قمت فيه. لو مال الله وانت كانت القذيفة روحتنا فرق عمي. شو عم تحكي؟ الحمد لله الحمد لله على سلامتك. بتعرفي شغلي؟ والله هذا الشاب دخل لقلبي. ايه هو بعينته لطيف كتير وجدع. ايه والله جدع. ماشي اختي، انا رايح المسلخ. موفق. ديري بالك على حالك.
ليش رجعتي؟ نسيتي شيء؟ لا هو أنا ما نسيت شيء، بس حبيت أقول لك شكراً مشان الشيء اللي عملته اليوم لما فككت القذيفة. يعني ضحيت بحالك مشان كتبت لي عمر جديد. أنا صار لازم أروح على الشغل. عن إذنك. شو ليش رجعت؟ نسيت شي؟ إيه والله نسيت. نسيت أقول لك إنه أنا كمان اليوم انكتب لي عمر جديد. بتعرفي؟ حاسس حالي بعرفك من 100 سنة قبل الميلاد. شو كمان؟ ما بعرف ليش هيك حاسس إنه بدي ضمك. بس عن إذنك. ليلى حبيبي كيفك؟ ليه ما عم ترد علي؟ انت لساتك عايش؟ فكرتك لك السمك. ليش ما بعثت لي رسالة؟ ليش ما طمنتني؟ قصة طويلة وعذاب بعذاب الله وكيلك. ببقى بحكي لك اياها بس تجي لعندي. جي لعندك؟ هيك بهالبساطة؟ انت وين هلا؟ انا هلا وصلت على المانيا واموري بلشت تتحسن وعم ظبط امور جيتك لعندي لهون. جهزي حالك الله يخليكي. ايه صحيح، اخوك مدحت سافر على كندا ولا لسه؟ لا لسه ما سافر، بس مرته واولاده صاروا بكندا. هو عم يستنى الفيزا لتوصل على بيروت. ليك أنا متأخرة وعندي شغل لازم نروح. بس معلش لحظة بس. نرجع بنحكي ايه؟ طيب اوكي باي. باي. عن إذنك أنا بدي أروح. شو صار؟
الظاهر بلشت وظيفة الأقدار. ما فهمت شو يعني؟ ولا شيء ولا شيء. موضوعنا اليوم تمزق الأوتار عند الخيول. إذا حبينا نعرف شو هي أشهر الأسباب، ممكن يكون سلك شائك، ممكن إجهاد شديد، أو إصابة من حيوان أو مصدر آخر. ما يشاع حدوثه دائما في الأوتار الباسطة والقابضة. دائما احتمال تمزق الأوتار الباسطة أكبر في القوائم الخلفية. وإذا ردنا نحكي عن الأعراض، أنا آسفة أستاذ، مضطرة معلش. تفضلي. شكرا. منتابع. إذا حبينا نحكي عن الأعراض، أهلين رمزي. قد يكون هناك كأني اشتقت لك. وانا اشتقت لك فوق ما بتتصوري. أي ساعة اليوم بتخلص شغل؟ يعني المفروض بعد الظهر. ليش؟ حابة نشرب فنجان قهوة ونتمشى شوي. معناها خليني اخلص وبدق لك. ناطرتك. باي، الله معك. علي مدحت. ايه رمزي، حكيت لك مع مدير المسلخ، هو كثير متحمس لك وناطرك. طيب ماشي ماشي، بخلص وبجي لعندك. طيب ماشي، اوعى لا تخجلني ها. ماشي، الله معك. الحلم مهنة، لكن مؤخرا اضطريت اكتب. صانع الأحلام من كثر ما شاف خيبات الحالمين قرر يعاقب نفسه كابوس. حلوة الفكرة، بس المشكلة الآن صارت، ويمكن هذا توكيدا لكلامك، إنه حياتنا 24 ساعة صارت كابوس، ما عادت مختصرة على الليل والنهار والحلم والمنام. ما عم نشوف إلا كوابيس. شو رأيك أستاذ جميل؟ هلا يعني أنا ماني مع حل التشاؤم كله، يعني صحيح في شيء يده دائما، يعني الوضع اللي نحن فيه يده للتشاؤم، لكن بس أنا بشوف الحلم هو عبارة عن شو أستاذ جميل، وين رحت؟ والله عم جدد شبابك ها؟ في غزال ها؟ عم جدد شبابه؟ في غزال. لا والله ما قصة جدد شبابي، بس كأنه قصة شو؟ هذا اللي عم دور عنه أنا. يعني زكون يا جماعة، بدي أشوف شوي هالبنت. مرحبا. أهلا أستاذ جميل، أهلين وسهلين. وهاي حليتي نص المشكلة لأنك عرفتيني. تفضلي. خير، مشكلة شو؟ هلا أنا بصراحة عم محضر لفيلم جديد ولما شفتك جاي حسيت إنه ممكن تكوني كثير مناسبة تكوني عندي ممثلة. بس عفوا أستاذ، يعني أنا ما بعرف مثل. ليكي شوفي، إنك تعرفي تمثلي ولا ما تعرفي تمثلي هذا الأمر تكيئي. أنا بدي منك شغلة واحدة بس، إنك تتفضلي عنا على المكتب، باخذ لك شوية صور وبنحكي بهالموضوع، ماشي؟ هلا من حيث المبدأ أنا ما عندي مشكلة، بس يعني الموضوع بده هيك شوية تفكير ولازم شاور أخي. هذا شيء طبيعي تستشيري أخوك. بكل الأحوال أنا راح أعطيكي هلا أرقامي، هاي هن كلهم هم موجودين، وبس تعتمدي اتصلي فيني لدلك وين المكتب، ماشي؟ أوكي. خلص أنا بانتظارك. مرحبا. أهلا أهلا. أهلين رمزي. لا مدحت، قال مدير المسلخ ناطرك ومهتم كثير بموهبتك. شو اخوك يفكرني بالبيت يعني؟ ما عرفتينا؟ مخرجنا الكبير الأستاذ جميل. اهلا وسهلا استاذ. يا اهلا. انا متابع كل اعمالك. يا هلا. مين الأخ؟ انا اسمي رمزي بلوط، بشتغل مسعف بالمشفى. تشرفنا. شو حكاية مواهبة؟
استاذ عنده تم عجبه، ما معقول ما في صوت الا ما بيقدر يقلده. سمعنا شو شغله شو؟ ايه تكرم عينك. حلو. شكرا لك. حلو. شكرا. الو؟ جاي لما مو جاي؟ والله ما بعرف، ضروري؟ طبعا ضروري، عم اقول لك الزلمه عم ينتظرك، يستر على عرضك يا رمزي، بده يعاقبني اذا ما جيت. طيب ماشي، راح اجي. سلام، الله معك، باي. تروحي معي على المسلخ؟ على المسلخ؟ مستحيل. اتحاد اتحاد. اهلين. الله حي رمزي، شلونك؟ المدير عم يستنانا. دخول. مرحبا. رمزي اللي حكيت لك عنه. بقدر تقلد صوتها؟ ايه. طيب خرجك تقلد صوت البقاية؟ يعني ناموسي. ايه تكرم عينك. لك شو هاد؟ ايش هالموهبة هي؟ لازم احكي لك مع مدير التلفزيون يقابلك، هيك موهبة لازم كل العالم يشوفوها. الله يخليك، شكرا لك. ولو واجبنا. استاذ اذا بدك بقلد لك صوت العجل كانه منا وفينا، ما في حدا غريب. ايش عم تقول انت؟ قصدي يعني ما هولندي، لا تاخذه غير هولندي. نزلوا على المسلخ. ليلى، بالمناسبة ليش اخترتي الطب البيطري انت؟ هلا الحيوانات يعني ما فيك ما تتعاطف معهم. هن بينوجعوا وما بيقدروا يعبروا عن وجعهم. فانت بتجي كبني ادم بتلعب دور البطل، بتعرف شو فيهم وبتعالجهم. يعني الفكرة كثير عظيمة. انت سبق وحبيتي؟ ايه حبيت، بس مثله مثل كل الشباب السوريين بسبب الظروف اضطر يتركني ويسافر على ألمانيا. ليلى، حبيت هيك شيء بهاللحظة؟ يمكن بعد ال5 سنين اللي مروا علينا كل شيء شفناه من خراب ودم، يمكن نحن بحاجة فعلا لبداية جديدة. يمكن تكون هي البداية بسفر، يمكن تكون بزواج، بعلاقة، ويمكن تكون معكم. أهلا يا ليلى. ليش ال 20 شوت وين تايكوان؟ ستوب. برافو ليلى. يعني منيحة أستاذ؟ كويس كثير. كويس، الحمد لله. يعطيك العافية. الله يحافظك. شلون ده؟ ان 100 100. شو الصوت؟ كله تمام استاذ.
ممتازة، الله يعطيكم العافية. لكن خلونا نكمل بالبيت، يلا. يلا شباب على السريع. صوت طيارة هذا مارق يعني؟ هي مو طيارة، عصفور، أنت بتشوف طيارة. عصفور. مرحبا. عفوا، ذكريني باسمك. ناريمان. ناريمان، انت جاية على موعد غرامي ولا جاية تشتغلين؟ ستوب. هاي خالصة. ركبوا لنا الشاري. ركبوا الشاري يا شباب وغيروا البطارية، يلا. تعي معي. صباح الخير. أهلين. إن شاء الله ألف الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. أنا اسمي الممرضة ناريمان، رح أجيك اليوم مشان نظف لك جروحك وأعقم لك إياهم وأضربك إبر. تضربيني إبر؟ إيه بس ما تخاف، إيدي خفيفة. يلا رح نبلش وقص لك ضغطك. ضغطك ممتاز. قديش طلع ضغطه؟ 14/7. ده كان بلش يعقمي له جروحاته. من عيوني، لكن لشو جاية أنا؟ أنا قصدي عجيلك شوي، لأنه أنا عندي شغل. وليش تاركتي؟ مين مانعك تشتغلي؟ يعني لشو البطء؟ بتعرفي؟ رفعتي لي ضغطي. قصيفة الهاون اللي نزلت علينا أرحم منك. أنسة، حاسس ضغطي ارتفع. خدي لي إياه. معك حق، رجع طلع لل 17. شفتي يا خانم؟ رفعتي لي ضغطي. ارتحتي هلا؟ من شو خايفة؟ قولي لي من شو خايفة؟ ناريمان ما رح تاكلني. ستوب 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 ستوب. ايش عم تضحكي؟ اسفة استاذ، اسفة بس هيك لسه الجو كلياته جديد علي، بعتذر. يلا طولي بالك. يلا من من شو خايفة؟ من هون بتبلش. اوكي. يلا استعداد؟ اوكي اسفة. يلا بسيطة، ابدأ. كاميرا ابدأ. ناريمان، كيف علاقتك بالكمبيوتر؟ ممتازة. أنا من يوم بحب التكنولوجيا. ما تقربيشني. شوفي، بكره بس الشفاء رح تصيري سكرتيرتي الخاصة، موافقة؟ بتمنى. طب يعطيك العافية. ايه جماعة المعلم محرمة لو سمحت. شكرا. ليلى، تعالي محلي. لا شكرا استاذ، ماني مستعجلة. وأنا ماني مستعجل. ترجيك بليز. إيه مو مشكلة، خلص بنطر. خلص اوكي، تفضل. تفضل. والله ما بصير. خلص. طيب. شو نحن كم ليلة عنا؟ شكرا كثير.
في شيء مضايقك؟ لا ابدا، بالعكس مرتاحه كثير بالشغل ولطفك مخجلني. بيهمني تكوني مرتاحه. شكرا. قلتي لي انك مانك مستعجله وانا كمان ماني مستعجل. شو رايك نروح نتغدى سوا؟ لا لا ايه لا 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 ايه ولا لا؟ ما فهمت. لا لا. اذا مانك حابه نروح نتغدى رح وصلك على البيت. ايه على البيت. وين بيتهم؟ زعلت مني يا استاذ؟ وين بيتهم؟ بالمطعم. أنا رح أتصور مع الأستاذ سليم. مرحبا أستاذ سليم. أهلين. ممكن صورة؟ هي تفضلي. ممكن تصورينا؟ ايه. تفضلي. أهلين. بكره بتصيري معروفة رح يهلكوكي بالصور. ليش بتظن اني رح صير ممثلة منيحة؟ أنا واثق من هالشيء. عندك إحساس حلو. ماني عم جاملك. شكرا. هو أهم شيء إنك ما تستعجلي إنك تظهري. بعدين خلي ثقتك بنفسك قوية. هلا من ناحية الشغل معي ما تخافي. لا اكيد ماني خايفة وشكرا كثير لك، يعني انت كثير عم تساعدني. ليلى انتم من وين؟ نحن مهجرين من حمص. بابا توفى بالانفجار وامي واخي الصغير راحوا بالقذيفة. ضلت امي 3 ايام بالمستشفى، بعدين ما قدرت تتحمل توفت. الله يرحمهم. الحمد لله على سلامتكم. الله يسلمك. انت خبرني عنك، شو كيف عايش، شو عندك اولاد؟ يعني أنا بين بيروت والشام وعندي بنت، عندي حفيد. جبتهم يعيشوا معي هون بعد ما توفت زوجتي. العمر إلك. أنا كنت بدي أسألك عن شيء بس أهلين رمزي. وهنك؟ أنا بدي شي نص ساعة وبكون بالبيت. في شي ضروري؟ لا ما في شيء، بس اشتقت لك. وأنا اشتقت لك كثير. طيب ناطرك لا تطولي ايه؟ ماشي يلا ما بطول. باي باي. رمزي بحبك؟ ايه كثير. هو من أول مرة شفنا بعض فيها هيك صارت مثل الأفلام. وأنت بتحبيه؟ هو شخص كثير خاص وموهوب، كريم كثير وجدع. شوقتيني أتعرف عليه. ليلى، شو مفهومك للحب؟ أنا بحب القصص القصيرة كثير. في بنت صغيرة سألت أخوها الكبير، قالت له شو يعني الحب؟ قام قال لها الحب هو لما كل يوم أنت بتسرقي حبة الشوكولا من جيبتي وأنا برجع بحط لك إياها بنفس الجيبة كل يوم.
شكرا كثير لك على الغداء. ليلى بتمنى تقبلي مني على هدية. لا هيك صار لطفك عم يحرجني. ما تكسفيني. طيب شو المناسبة؟ مش بكره عيد ميلادك؟ شو عرفك انه بكره عيد ميلادي؟ بهالزمن ما في شيء بيتخبى. تفضل. شكرا. ليلى كل عام وانت بخير. بكره عيد ميلادي، بكره مو اليوم. إيه بعرف انه بكره، بس هيك حبيت كون اول واحد بعيدك. شكرا حبيبي. كل سنه وانت سالمه. انت سالم. حلوة؟ حلوه كثير. طيب رح فوت فتل ثيابي على رواق وشوفها. ماشي. رمزي شو هالموبايل الحلو هذا؟ بس هذا كتير غالي. انت بتستاهلي اكثر من هيك بكثير. على فكره انا ميت من جوع. شو رايك نطلع ناكل بشي مطعم؟ ليك هلا انا ماني جوعان، بس بروح بازرق. ماشي. رح اجيب شنطايتي. يلا ناطرك. رمزي رمزي علي جيرة جايب لك اليوم معي أحلى خبرية. ها بشر. مدير المسلاخ عازمك اليوم لعنده على العشاء. عازمني هيك؟ شو المناسبة؟ يا زلمة ما عم تروح من باله، اليوم جاي ناس كتير مهمين، من بيناتهم مدير التلفزيون، وأكد علي إنك تجي. والله ما بعرف شو بدي اقول لك يا مدحت. ماني حابب هالروحة ابدا. يستر على أختك ما تعتذر، كل العزيمة مشانك. طيب وإذا اعتذرت شو بيطلع منها؟ بقلاني، ما قلنا لك مديرنا من جماعة طخ ينقي؟ لا إله إلا الله. ماشي، رح روح مشانك. ها من تعلينا. اهلين اخي. أهلين ليلى. أهلين ليلى، كيفك؟ تمام. رايحين لعند مدير المسلخ. والله شو هالقرارات المفاجئة هي؟ اي والله قال عاملنا عزيمة عشاء هو ورفقاته، بده ياني روح سليهم. هيك اعزف لهم ببوزي بتعرفي. ايه موفقين. ايه تفضل تفضل مدحت. تفضل.
كل عام وانت بخير حبيبه قلبي. بعرف انه بكره عيد ميلادك، بس حبيت تكون اول واحد بعيدك. منيح والله، لساتك متذكر عيد ميلادي. يعني مثلا معقول كون نسيان عيد ميلادك مثلا؟ مو شايف البوالين والجاتو؟ لك مو شايفه قديش انا مبسوط وفرحان؟ بدي اسالك، بلشتي بوراق السفر ولا لسه؟ لسه ما بلشت فيهم، مضغوطة كتير بهي الفترة، عندي دراسة وشغل. حبيبتي الله يوفقك تبلشي فيهم واستعجلي، عيوني انت والله ما في وقت. حبيبتي حبيبتي انت حبيبتي. يا اهلين ويا سهلين، يا مرحبا ويا مرحبتين. خطوة عزيزة تراها، وكتاب الله وكتاب الله، حضرتوا ما حضر واجبكم. الله لا يحرمنا اياك. تسلم. لك دي رمزي، ايش بك خيو؟ قوم تلحلح، بلش السهرة. ايه تكرم عينك. عطية. برافو برافو برافو، ما شاء الله ما شاء الله. بكره يا ابني بتكون عندي بالتلفزيون الساعة 10. ايه ها؟ صحتكم. صحتي صحتك. شو المفاجأة الحلوة؟ انت شو المفاجأة الحلوة يا استاذ؟ هي منا محرزة وما في شيء من قيمتك. بعدين يا ريت ما بنحكي بالموضوع. استاذ سليم شكرا كثير لك، يعني الهدية كثير حلوة بس هي فعلا فوق طاقتي. يا ريت كلمة استاذ هيدي ما بتقوليها، يعني كلمة سليم أجمل، ما هيك؟ يعني صعب شوي استاذ. رجعنا على كلمة استاذ، أرجوكي بلاها. جدو يا جدو. يا حبيبي لحظة، شو في؟ جدو هلا شو الفرق بين الصدر والثديين والنهدين والبزاز؟ وائل شو قلت هالادب هيدي ماما؟ شو لزوم هالاسئله هلا؟ سمعتي؟ سمعته استاذ سمعته. رجعنا على نفس الكلمة. طب خلص مو مشكلة، بنحكي بعدين. يلا تصبح على خير. تصبح على ألف خير. قوم على تحدي، قوم قوم. فتح لي دينك منيح، اوكي؟ الصدر كلمة عامة. بابا بليز هلا بدك تشرح له يعني؟ إذا ما أنا شرحت له ولاد الشارع رح يشرحوا له، أنت بدك هيك؟ ما بعرف. اسمعني، النهدين هو مصطلح بيستعملوه الأدباء والشعراء. هلا الثديين هي كلمة مين بيستعملها؟ بيستعملوها الأطباء، عرفت كيف؟ بقي البزاز. البزاز هي كلمة لعامة الشعب، يعني الفلاحين، الشوفيرين، الزعران، كلهم هذول. اوكي؟ يعني الكلمة الأكثر استعمالا هي البزاز؟ ايه إذا بدك، بس هو كلهم إلهم معنى واحد. وضحت الصورة؟ حبيبي. أول ما بتحط لك القطني غمض، يلا استعداد ابدأ. لساتك موجوع عمو؟ ما تقولي لي عمو، قولي لي مروان. خاف. والله كتير صعبة علي، والموبايل ما فيي اخده.
ستوب 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 ستوب. شو حكاية هذا الموبايل اللي بالحوار؟ منين جبتي؟ بالغلط أستاذ. سليم، شكرا كثير على الهدية، بس أنا فعلا ما بقدر أقبلها، وبتمنى أنك تعذرني. ليش ما عم ترد علي؟ ما بعرف شو بدي اقول لك. هديتك هديه ورفضتيها، ما فيه اغصبك. بتعطيني اياها لو سمحتي؟ تفضل. بس ما تزعل ايه؟ ليلى؟ ليلى؟ لو سمحت رمزي، اتركني لحالي بس شوي. مجرد ما يتحركوا هن نحن بنبلش نتراجع قدامهم هيك 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 هن عم يكملوا حيوانهم طبعا. بتعرفي انك بدي احكي؟ انا شو هديكي؟ بناية ولا سيارة شبح؟ عيب هالحكي يا خانم. ما آسفة، وإذا أنت معتبره عيب فأنا بتحمل مسؤوليته. يلا استعداد ابدأ. شو بابا؟ كيف شايف حالك؟ بحس حالي عم شبشب. طبعا شب. اصلا انت صار لك فتره مشتكيت لا من وجع ظهرك ولا ركبتك، يعني تطلع لي ركض على الدرج كمان. جد عم بطلع ركض؟ جد عم تطلع ركض. بقى خبرني يا سيد بابا، شو السر؟ السر يا ست فدوى هو اني جدو، هلا لما بدي اتجوز يا ترى حتكون عايش ولا ميت؟ لك يا ماما شو هالسؤال هيدا؟ الله يطول عمره لجده ماما، روحي العب الله يخليك. ماما يعني انت معقول هيك اسئله ماما؟ معنا لليوم موهبة استثنائية أثرت القلوب وأخذت العقول معها. الأستاذ الكبير رمزي بلوط، أهلا وسهلا فيك. اهلا وسهلا فيك يا ميت هلا. أستاذ رمزي، يا ريت تحكي لنا كيف بلشت معك هالقصة، تقليد الأصوات من وين إجت؟ بالحقيقه انا منذ نعومه اظفاري كنت تلعب أنت ورفقاتك بالحارة وتصفروا مع بعضكم البعض. الله عليك يا أستاذ رمزي، الحديث معك كثير ممتع. شو عاطينك أسئلة المقابلة يعني؟ لا بس مو هيك بيحكوا بالعاده. إن شاء الله هيك بدك تقول لهم منذ نعومة أظافري. مو حلوه؟ لا غليظة. وقف. عجبك؟ كتير حلو. بس شو المناسبة؟ هذا هدية مني إلك مشان المقابلة. إيسو. دخيله الوازن أنا. موفق.
أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بحلقة جديدة من برنامجنا مساء دمشقي. مساء دمشقي اليوم معطر برائحة الفل والياسمين لأنه ضيفنا حالة مميزة جدا، أسر القلوب، أخذ العقول، ونحن اليوم حبينا نستضيفه هون عنا. بنرحب سوا بالأستاذ رمزي بلوط. أستاذ رمزي كيفك؟ تمام الحمد لله. سيد رمزي، اليوم نحن استضفناك حابين نتعرف عليك أكثر وحابين نعرف شو سر هالموهبة الفذة اللي موجودة عند حضرتك بأنه أنت بتقلد الأصوات وبتصفر سمعت. يعني أنا بالحقيقة هي القصة هيك بلشت يعني منذ نعومة أظفاري. يعني بقصد أنا من لما كنت ولد صغير كنت أنا مهووس يعني بالأصوات، بحب بقلد أي صوت بسمعه هيك بضل عم حاول أقلده. بعدين يعني صرت أقلد أنا الأصوات لحتى هيك زبط معي أول صوت. لما زبط معي أول صوت أكلت أكلة من أبي. استاذ جميل انتبه على النزله، شويه درج واقف. ولا يهمك، نحن لها. قل لي كيف رضاك على ناريمان ومروان؟ يعني ممكن يصيروا احسن. ها تفضلوا. بتعرفكم على بنتي فدوى. اهلا وسهلا. يا اهلا. يا ميت اهلا وسهلا. يا أهلاً. استاذ جميل، من زمان القمر ما بين. والله كان عندي شوية كسوف. اكيد ليلى. ليلى، البابا حكى لي عنك كثير. ميرسي، أهلا إن شاء الله وسهلا بالخير. فيك. بس اكيد بالخير طبعا. اوكي، اهلا وسهلا فيكم. الغدا جاهز يا جماعه اذا بتحبوا تفضلوا. تفضل. تفضلوا. تفضل. اسفين يا جماعة. جدو، يا حبيبي هلا شو يعني فحل؟ يا ماما عيب، عيب هيدا الحكي هلا. جدو ما تؤذون. الفحل هي صفة تنعطى للرجل وللحيوان لقوايا بدنيا ونشاطهم الجنسي شوي زايد. ارتحت هلا؟ يا بابا بليز ما بقى تجاوبوا هيك اسئله. طيب اذا ما انا جاوبته مين بده يجاوبه؟ بعرف بس جلسنا قدام الجماعه يعني. طبيعي. يلا تعال. ماني جوعان. روح العب، جرستنا. عن جد بدنا نروح العب احسن. ما تاخذونا يا جماعه. الو، اهلين مدحت. رمزي يا ليلى، رمزي. شوفي قلقتني. عطاك يا عمرو. شو؟ نزلت عليه قذيفة هاوي. شوفي ليلى، ما فهمت عم يقول لي رمزي مات. وينه؟ هلا نزلوه على البراد. تفضل هويتك، حضرتك بدك تستلمه من براد؟ نعم. عندنا الامانات هون كانوا معه بتيابه. تفضل هاي الورقه خليها معك، انزل فيها على البراد، هلا بيلحقك الموظف، الامر لك مره ثانيه. الله يسلم يا عمرك. يا جماعة استنوني انتوا هون، انا نازل استلم الجثة وارجع. نازلة معك. لك يا اختي شو نزليك؟ بدي انزل. طيب انتوا استنوني.
رمزي لك هذا عايش. دكتور يعني أنا ما عم بفهم، هو كيف قدر يتحمل درجة الحرارة بالبراد؟ هلا حسب ما فهمت من الشباب هو ما طول كثير بالبراد. شلون بيحطوه بالبراد وهو عايش؟ هلا اكيد الخطا صار من شباب الانقاذ وانهم جايبينه بسبب العجقه وكثر الجرحى هيك بهالبساطة؟ هلا ممكن بسبب حاله الموت السريري اللي كان فيها الشباب فكروا مات. على كل حال الحمد لله سلامته. شكرا كثير دكتور. يعطيك العافيه دكتور. حبيبي. طمنا حكيم. بحياة اختك قلد لنا صوت العصفور. مشهد 34 شوت 5 تاك 2. ابدأ. افتدي لشوف. الله الله، هلا صار فينا نشرب قهوة. حلوة حلو. نريمان، بالمناسبة عندنا مشوار على طرطوس، جهزي لي حالك. طب أستاذ، هلا نحن عن جد بدنا نسافر على طرطوس؟ ليلى، انت ما قرأت السيناريو؟ ما بتعرفي انه في سفر على طرطوس؟ بلا قريته أستاذ، بس رمزي تعبان ولازم أهتم فيه. رمزي اللي بيعمل. ايوه هذا هو أستاذ. ليلى إذا بدك بنحط له ممرض يهتم فيه لكن ترجعتي. لا 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 لا، يعني لازم أنا اللي أهتم فيه. طيب نسق مع المخرج. خلص من هلا بعدين. إعادة. تفضل. أهلا وسهلا. هلا فيكي. تفضل اقعد، انا بس رح اشوف رمزي. اوكي. تفضل يا عمي تفضل. دخيله المعصب، ما سمعتك من اول مره. اهلين. طمني كيف صرت؟ لا راحت الحراره؟ ايه الحمد لله، بس رح موت من جوعي. لك خس الجوع، شو بدك لف لك؟ لا تلفي لي شي داخل من اللف. جعباني اطلع نقعد برا بشي مطعم، بدي ضل اكل لحتى اموت. بشي مطعم؟ ليش انت قدران تمشي؟ ايه بمشي شبني انا، قذيفه هون اجت مو برجلي. طيب ماشي مثل ما بدك. ليك سليم برا. شو جاي يعمل هون؟ جاي يزورك ويطمن عليك، مو حلوه بناخده معنا. الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك يا رب. شكرا لزيارتك. يعني بشو مدى وجبنا؟ نحن حابين نروح نتغدى بالمطعم، تفضل معنا. أنا ماني جوعان بس بوصلكم بالسيارة. لا إذا ما بدك تتغدى معنا ما في داعي نعذبك، بنروح بتاكسي. ايه بنروح تاكسي أحسن والله. إيه بلا غلاظة، بتروحي بالتاكسي وسيارتي معي؟ معناتها بنتغدى سوا. أوكي، نتغدى سوا. يلا تفضلي. تفضل. شرفي تفضلي. سبقوني على المطعم تصف السيارة بلحقكم. طيب اوكي. شبك مزاجك ما رايق؟ راسك عم يوجعك شي؟ كأنه أنت وسليم قاعدين مش كتير على بعض. شكرا.
سألتك راسك عم يوجعك شيء؟ ليلى الله يوفقك لا تجد بيا. سألتك جاوبيني. ليك شوف، هو شخص لطيف بس العلاقة بيني وبينه علاقة شغل. شغل. شغل ولطيف، والله شيء حلو. حلوة علاقة هالشغل. بيقوم بيمون حاله عليكي وبيقول لك بلا غلاظة. بلا غلاظة؟ ولك مين هو اللي يقول لك بلا غلاظة؟ مين هو اللي يقول لك بلا غلاظة؟ أنا ما قلت لك بلا غلاظة. روق رمزي، ايه؟ روق. مشكلة الصف. تفضل استاذ. رجعنا على كلمة استاذ. اتفقنا تقولي سليم حاف. شو ما قلتوا لي شو بدكم تاكلوا؟ أنا مالي نفس. وأنا كنت جوعان بس شبعت. أهلا وسهلا، شو بتحبوا تاكلوا؟ نزلنا سلطات وشوربة، برك و3 بيتزا. إيه تكرم عينك مدام. عن إذنكم شوي. أنا راح لك وينها؟ أهلا بكم على شبكة سيرياتات. يمكن للمتصلين. بتحبها؟ أنا رجعت من الموت مشانها. وأنت بتحبها؟ ايه بحبها. لازم واحد بيناتنا ينسحب. وأنا هيك عم أقول. شو رأيك أنت تنسحب؟ ليش أنا؟ يعني أنت ختيار، بدك تاخذها تقضي معي يومين وبعدين تكوع. بس أنا شاب بأول عمري. ايه معك حق. أنا ختيار وأنت بعدك شاب. صحيح. متر الحساب لو سمحت. لا الحساب علي. ولا أنت ولا هو، المدام قبل ما تمشي دفعت الحساب. قوم لوصلك. بدي روح على المشفى. قوم مشي معي يلا. تفضل. سيد رمزي، اليوم نحن استضفناك حابين نتعرف عليك أكثر وحابين نعرف شو سر هالموهبة الفذة اللي موجودة عند حضرتك بأنه أنت بتقلد الأصوات وبتصفر سمعت. راح أقول لك كيف. كنت قاعد بغرفة لحالي وقاعد عم قلد صوت نقطة المي. فأبي وأمي كانوا قاعدين بالصالون. فجأة أبي سمع صوت نقطة المي. طلع بأمي وقال لها لك يا مرا، مو من كم يوم غيرنا جلود الحنفيات ليكون رجعوا خربوا. قام يا حرام صار يلحق صوت النقطة، كل الوقت عم يسمع هذا الصوت. وصل على باب غرفتي، أنا كنت عم بعمل هيك وعم يفتح الباب شوي شوي، أنا عم بعمل. كان أول كف أكلته يعني. اوكي اوكي. طب بيك شو كان يشتغل؟ الوالد كان شرطي متنقل. عفوا، يعني شو كان شرطي متنقل؟ يعني بقصد كان شرطي بيتنقل من محافظة لمحافظة.
يسلموا دكتور. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك، عذبناك. يوم بحلب، يوم بسويدة، يوم بدرعا، بس آخر شيء خلوه يستقر بالرقة. استاذ رمزي، حضرتكم وين الأصل؟ شوفي أنا سألت هذا السؤال للوالد. قلت له بابا نحن من وين أصلنا؟ فقال لي والله يا ابني أنا بزماني سألت جدك نفس السؤال، قام جدي قال له إنه من حد ما وعي على الدنيا كان يتنقل مع أبوه من محافظة لمحافظة، يعني من كل المدن السورية نحن. وراثة أبا عن جد. طب ما في سبب لهي التنقلات بين مدينة لمدينة؟ هلا بظن هذا موضوع متعلق بالدولة يعني. إنه بقصد إنه الدولة يعني ما بتحب. أهلين أستاذ سليم. جهزت أغراضك؟ لا والله لسه ما بلشت. شو عم تعملي؟ عم بتفرج على المقابلة تبع رمزي. شو شكلك برات البيت؟ أنا كنت مايل قلت خلينا نطلع برات البيت نفطر بالسيارة. خير خير، في شيء؟ بتعرفي ما توقعت حالي حبي هالعمر. وبهي المناسبة حابة أسألك عن ست الوالدة، أهلك، أخواتك. عجبتك المقابلة تبع رمزي؟ يعني بكون عم بكذب عليك إذا قلت لك ما عجبني، بس لغيرت الحديث. أنا عندي والدتي وعندي أختي. ليه ما عم تردي؟ ما بعرف يعني. ما بعرف شو بدي أقول. كركبة. كركبة فوق ما بتتخيل. في أعرف شو حقيقة مشاعرك تجاهي؟ لما فاتوا داعش على الرقة أنا كنت هون بالشام عم بدرس معهد التربية. نحن فينا نحكي بالموضوع بكرة، نحن طالعين على طرطوس. ايه فيكي، ممكن. ايه اتفقنا. يلا تصبح على خير. وانت من أهله. مرحبا حبيبتي، كيفك؟ أهلين عادل. شو صار معك؟ طمنيني. ما بعرف، موضوع صعب كتير، بس عم فكر سافر لعندك بشكل جدي. لك ايه ها؟ لك هذا هو الخبر الحلو، لك حبيبة قلبي انت، لك انت بتعرفي انا قديش بحبك، لك من وقت ما كنا صغار وانا بحبك، لك انا مين الي بهالدنيا كلها غيرك؟ قطرت كل هالعمر بشانك وحياة الله. لا تحكي شيء، لا توصل رسالة للعالم، لرفقاتك اللي بتحبون. بعرف. شو حابب تقول؟ بحبك كثير. ما فهمت كيف يعني بدك تتركي الكاميرا؟ يعني هي الكاميرا، احكي اللي بدك اياه. طيب ليك عادل، أنا بكرة عندي سفرة على طرطوس ولازم أقوم ضبط أغراضي. أول شيء نتواصل أنا وهونيك. إيه؟ ايه حبيبة قلبي، تصبحي على خير يا رب. تصبح على خير. ما كان إلا أبي بحبك بكل لهجات المدن السورية، فبإلا أحبك، بحبك، بحبك، بحبك. ليلى، ليلى. أهلين، مدحت فوت. شو هالرمزي هاد؟ شغلة كبيرة، خرط مشطي على المظبوط. ايه والله موهوب الشاب كتير، بيستاهل كل خير. ايه والله بيستاهل كل خير. اختي، سفرتي على كندا قربت كتير، انت شو صار معك بسفرتك على المانيا لعند عادل؟ عم فكر فيها مدحت، عم فكر فيها. ليلى، انا ما بحسن سافر قبلك، ما بحسن اتركك وسافر. مشان هيك لازم تستعجلي بورائي، وشو بدك مساعدة أنا جاهز.
بعدين عادي ابن خالتنا عم يستناكي وبحبك كثير كثير بحبك. بعرف، والله العظيم بعرف. يلا انت ما تاكل همي. شو ما اكل همك؟ هذا حكي. طيب صحي وشك بالرحمه، تصبح على خير. انت من اهله. امبارح وعدتيني انك تخبري لي يلي بقلبك. تفضلي. متأكد انه بدك تسمع؟ طبعا. ليك سليم، أنا بحترم مشاعرك تجاهي، بحب تفاصيلك، بحب ستايلك، بحب شعراتك البيض. الشغلات اللي بشوفها فيك ما بشوفها بحدا تاني، بس بنفس الوقت لما أكون معك بشتاق لرمزي. يعني أنا هلأ مش معك. ما بدي اياك تحسني انه انا من هدول البنات تبع تاكل من شجره وبتحب تتفيا بظل شجره ثانيه. انا مو هيك، واصلا ما بحب اكون هيك ولا بتزبط مع تركيبتي. بحس حالي حقيره، بس ما بعرف. روقي ليلى، روقي. الحمد لله على السلامة. الله يسلمك. ما في أصغر منكم؟ شفتي مين بعتين؟ لا والله ما انتبهت. ولاد صغار. أهلا بالحبيب. اهلا بالحبيب. زهير بيه كيفك؟ شدالك حبيبي. حبيب القلب. مرحبا، أنا ليلى. اهلا وسهلا. اهلا تفضلوا. شدالك حبيبي. وين؟ والله بالبلاد شغل. اهلا وسهلا حبيب القلب. اهلا وسهلا بالحبيب. يا ايه والله صغار. ليش هيك؟ شو قصة هالصيصان؟ حرب العالم بالجيش واستشهدوا. يلا الله يفرج. تفضل حبيبي تفضل. الله يعينهم. طمني كيف الصحة؟ يا مش تقدرك حبيبي. السمكات شو وضعهم؟ شباب ناطرينك شو؟ لقص؟ واللي باكله انا شو في منه ولا لا؟ احلى فريدي للحبيب. نور الزاهي يا حبيبي، نور الزاهي فيه. هلا بس هو نور الزاهي في ايوه. ودي كمان يا حبيبي ودي كمان. مرحبا شباب. صحة وهنا. استاذ كيفك؟ يا اهلا اهلا احترامات. مرحبا شباب. كيفك؟ مرحبا حبيبي. اهلا اهلا مرحبا يا شباب. مرحبا يا شباب. اهلا والله زحمه. مرحبا حبيبي. حبيبي سلم هالايدين مجهزة؟ شو الجو الحلو هذا؟ شكرا. كيف الشباب؟ شو القعده الحلوه؟ في شيء معين بتحبوا تاكلوا غير موجود هون هلا؟ والله انا ما دام موجود الفتوش اموري تمام. شوف الاستاذ سليم اذا بده شيء. لا كيفي كله تمام. رجعنا؟ ما عليه، نحن بالشغل لازم كلمة استاذ. هيدا مش رمزي؟ اشتقت لك. شو هالمفاجأة الحلوة هي؟ ما قدرت اقعد ولا لحظه بلاكي. كيف عرفت انه نحن هون؟ عرفت. تعال. لا انا ما راح اعطلكم، استناكي تحت. اكلت؟ اكلت. حبيبي لو سمحت
جيب لي فنجان قهوه ساده. صب لك فتوش؟ لا معني. طيب انا بستأذن شوي. كيفك؟ تمام. خير فيك شيء؟ ابدا، جاي اقعد معك. ولا قعدة الختيرة ما بتسلي؟ هلا شوف، هن الختايرة انواع، بس انا بقول انه اهم شيء شبوبية التفكير، ما هيك؟ صعيب تعرف تسبح؟ يعني نتعلم. ليه السؤال؟ عازمك هيك على تحدي صغير لنشوف مين فينا بيغطس تحت المي أكتر. ليك بما انه النتيجة رح تكون محسومة لإلك، طبعا لأنك شاب بقبل التحدي. هلا؟ هلا يلا شرف نبدل ثيابنا. اهلا مدحت. طمنيني عنيك. منيحة انا واموري كتير تمام. والله مشتهيتك هون، الجو كتير حلو، ما في كتير رطوبة. ماشي حبيبي، واطمن انت ما تقلق. ايه تصبح على خير. وانت بألف ألف خير. أهلين روحي، الله معك.
ليه بدك سهراني؟ مساء الخير يا قلبي. كيفك حبيبتي؟ ليكي انا رتبت لك كل امور بالمانيا، واليوم سالت لك بالمعهد البيطري، قالوا لي انه فيك تقدمي فحص ببعض المواد وبعدين بتكملي موادك عادي جدا. وشام الفرج راح يكون مثل ما بدك وعلى 24. لا تاخر علي. وعلى فكره سفرك على المانيا راح يكون كثير سهل، راح تطلعي من دمشق على بيروت ومن هونيك فورا طياره على المانيا. انا امنت لك الفيزا وتيكت الطياره. ليه؟ بحبك كثير كثير كثير. ناطرك انا، لا تتاخري. خلص حبيبي، اكيد جاي لعندك على المانيا، اكيد. ماشي حبيبتي، تصبحي على خير. ناطرك ها. بحبك كثير حبيبتي. لك عادل، نبقى بنحكي ونتفق على التفاصيل، ايه؟ يلا تصبح على خير. ستوب. بطارية بطارية يا شباب. يلا شوفني في شيء. كيف الصوت؟ صوت تمام استاذ. مرحبا استاذ جميل. اهلا رمزي، كيف صحتك؟ شلونك؟ تعال بوسك. اهلا. كيفك استاذ؟ يا اهلا رمزي، يا اهلا. الله يخليك. بتتضايق شيء من وجودي هون؟ ابدا ولو. تفضل تفرج. شكرا. يلا يا شباب، الله يخليكم، بسرعه لبسوا الممثله. جاهزين استاذ؟ استعداد. صوت معكم استاذ. كاميرا رولينج كليكيب. مشهد 138 شوت 2 تيك 1. ابدا. شو هالصوت سمعتوه؟ أنا آسف أستاذ. ليش هيك عملت؟ بعتذر منك، آسف. يا سيد رمزي، انت نزعت لي اللقطة. يا ريت بتقولي له رمزي ما ماليش على التصوير. شو يا اسف؟ أنا قلت لك بدي كفاية. نزعت اللقطة، والله نزعتها. نزع اللقطة. نزع اللقطة. يلا يا عادي. يلا صوت. معك استاذ. كاميرا رولينج. ابدأ.
خير؟ ليش عم تبكي؟ مخنوقة. شو؟ حاسة حالي ملخبطة كتير. تقول كاينة بالخلاط. احكي عروة. احكي. أنا بدي أعتذر منك بخصوص اللي بدر من رمزي. ولا يهمك. شدي حالك، يلا ننسي الموضوع. يلا. صوت. معك أستاذ. كاميرا. رولينج. جاهزين أستاذ؟ ابدأ. شو هالقرعة جهاد؟ إن شاء الله ما يبلع. انزلي انزلي. ليك رمزي، أنا بحبك. مو بس بحبك، كتير بحبك. بس شو؟ أنا حكيت لك عن ابن خالتي اللي هاجر على ألمانيا هون؟ ايه؟ شو؟ له فترة عم يتواصل معي، بده يعني هاجر لعنده. وأنا صرت عم فكر بالموضوع بشكل جدي، خاصة إنه مدحت بعد فترة رح يسافر على كندا، فأنا رح أطلع حالي هون. لهيك أنا قررت سافر على ألمانيا. وأنا؟ وأنا؟ ابدأ. مو معقول البحر شو حلو. مو أحلى مني. فظيعة هالفيلا شو حلوة. شايفة هالفيلا؟ هي إلك. هذا مفتاحها
وهذا رقم التابو تبعي. بيبي حلو يا حبيبي. فظيعة. هذا شيك ب 25 مليون ليرة. 25 مليون ليرة؟ حسبت حالك. هلا إذا بدك فينا نكتب كتاب. خليني أورجيكي كمان الطابق الثاني. تفضل. شكرا حبيبي، عن جد ما معقول هذا اليوم شو حلو. وهيك؟ قبل ما نكتب كتابنا بدي أورجيكي آخر هدية إلك. كمان؟ اطلعي لتحت، شو شايفين؟ سيارة؟ وهذا مفتاح. شو شاف مرتي لهون؟ مرتك؟ هربي هربي. ابعت لي حما. لا 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 مو وقتها هي الوقعة بنوم. صار لك شي حبيبي؟ قوم تقبرني. قوم حبيبي قوم. حبيبك يا بنت 60 كلب ولابستني ليلي. اسفه اسفه وحاطط لي وردات. والله لاسقيلك هالوردات بدموع عيونك. قوم تقبرني قوم حبيبي. ما فيني انكسرت رجلي. انكسرت؟ قولي على قلبي انا لك اسعاف. جيب الاسعاف ولك اسعاف. اسعاف. بوشكن على الشام. ديروا بالكم عليه. خايفة عليه؟ لك تضربي بالوش. نلعي من وشي وليه؟ بتفوق عليكي. يعطيكم العافية. يعطيكم العافية. الله يبارك فيك. يعطيك العافية. شكرا يا يعطيك ليلى. العافية. شكرا شكرا. مبروك يا أستاذ. شكرا. إن شاء الله هيك بتشوف عوش الخير. يعطيك العافيه. بالتجربه. وأنا كمان. أستاذ أنا بس بدي سيارة أنزل فوراً على الشام. ايه شباب بدنا سياره تنزل على الشام اذا سمحتوا. يعطيكم الف عافيه. يعطيك الف عافيه. شكرا شغل استاذ حلو. سليم. شكرا. انا نزل على الشام اذا بدك تنزلي، بس لا غير تيبي. إيه أوكي. أوكي. يعطيكم العافيه. شكرا غدا. شكرا. الله يعافيكي مدام. يلا أنا كمان فايتة بدي. اوكي. يعطيك العافية. بكي شيء؟ أنا قررت هاجر على ألمانيا. امبارح سمعت كل الحديث اللي صار بينك وبين عادل. توصلي بالسلامة. أنا بتمنى إنك ما تزعل مني. ليلى، هيدي حياتك وانت أدرى فيها.
خذهم ابو عدنان، خذهم على السياره وانا لاحق. عم ودعك وروحي عم تتقطع. انت الوحيده اللي بقياني من روح ابي وامي. بس تصلي لألمانيا خبريني يرضى عليكي. بدي بالي مشغول عليكي. يلعن ابو العمر، يلعن ابو العمر. دير بالك على حالك. تفضلي. بتعرف رجع بالي ارجع على الشام بشي. ايه؟